كويس، لكن اداره نادي الزمالك بدت مصلحه الوطن على مصلحتهم وقال لك مفيش مشكله، اللي عايزه المنتخب هنديهوله، مع ان اتحاد الكوره اصلا ما عبرش الزمالك في طلباته. يعني المفروض الزمالك هو اللي كان يرفض ان هو يتعاون مع اتحاد الكوره، وحقه ما كانش حد هيلومه، لانه اصلا ما فيش اي اجنده دوليه محطوطه تقول لك لا وقف اللعيبه ديت واديها للمنتخب، انت مش مجبر على ده. ومع ذلك الزمالك عمل ده. فبصراحه انا بحيي اداره كابتن حسين لبيب ان هو اعلى مصلحه المنتخب والوطن على مصلحه النادي وعلى المشاكل اللي بينه وما بين اتحاد الكوره. يعني احنا في المشكله دي من باب اولى اللي كان يعترض واللي يقف في وش اتحاد الكوره هو نادي الزمالك. لكن النادي الاهلي بصراحه انا شايف ان هو متعنت في الموضوع ده. المفروض ان هو يسمح لاي لاعب يقدر يشارك في البطوله دي ان هو يشارك علشان يقدر يسوق نفسه كويس ويقدر يستفيد من اللاعب بعد كده. انا عارف ان الاهلاويه مش هيعجبهم كلامي، لكن والله انا اهلاوي جدا وبحب الاهلي وعايز بطوله الدوري تكون السنه دي مع الاهلي، وعايز بطوله الكاس، وعايز كل البطولات تكون مع الاهلي. لكن انت عندك 30 لعيب، انت فريق كبير، اي حد بيلعب في النادي